فيديو النهارده من احب الفيديوهات على قلبي، فيديو جميل جدا جدا وحلو قوي وما بستغناش عنه نهائي. تمام. خليكي معايا كده، هنشوف الفيديو بتاع النهارده ايه. هتسميه كده حاجه اقتصاديه، كفته اقتصاديه. وجبه سريعه، غدا سريع، عشاء سريع، فطار سريع كمان، وهيوفر معاكي كمان في الفطار. حلو قوي، سندوتش سريع كده هتعمليه في منتهى الجمال لاولادك. قبل كده عملت معاكم الفيديو ده، وبصراحه ما بستغناش عنها خالص في قلب البيت. هتقدري تحفظيها كمان في التلاجة بسهوله جدا، وحلوه قوي، هتقعد معاكي اكتر من اسبوع في التلاجة. حلوه قوي. ولو حابه تحفظيها وقت اطول من كده، تحفظيها في الفريزر بسهوله، وهي تبقى جاهزه معاكي على التحمير على طول. هنشتغل النهارده بنص كيلو، انت ممكن تشتغل بربع كيلو من المفروم، اللحمه المفرومه. النهارده هنشتغل بنص كيلو من المفروم، وهنشوف عملناه ازاي. تمام. انا كنت ناويه ان شاء الله ان انا اشتغل بربع كيلو من المفروم، بس حبيت اضاعف الكميه معايا، هقلي بس معاكي ربع كيلو. يعني ممكن تتبع معايا الخطوات في ربع كيلو. عملت معايا كمية حلوة قوي، عملت 36 صابع من الكفتة، حجم كبير في منتهى الجمال. نصلي كده على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونسمي الله، وندخل كده على مقدرنا ومقدرنا كده على السريع. معايا بطاطسيتين وسط، ومعايا بضايه، ومعايا نص قرن فلفل حراق، ممكن تستغني عنه، ومعايا بصلايه وسط، ومعايا معلقتين 3 كزبره، معايا نص كيلو مفروم، ومعايا هنا البهارات بتاعتي، فيها مرقتين ماجي، وفيها بهارات مشكله، وفيها فلفل، وفيها بابريكا، وفيها معلقه صغيره من الثوم. ملح مش هستخدم ملح، انا هستخدم مكعبين مرقه، وده هتظبط معايا الملح قوي. انت حابه بقى تستخدمي ملح مفيش مشكله، استغنى عن الماجي وحطي ملح. ضربت المكونات بتاعتي دي كلها في الكبه. ممكن تحطي فيها شبت، انا استغنيت عن الشبت المره دي، وحطيت فيها بس كزبره كزبره خضراء. فرمت المكونات بتاعتي فرم حلو زي ما انتم شايفين، بس مش هخليه يعني لغايه العصير. فرم يكون معاكي ناعم، وفي نفس الوقت محتفظ بالسوائل بتاعته، ما يكونش نازل السوائل منه. بدأت ان انا اضيفه على اللحمة، وابتدي بقى اديلها كده ايه، خلطة كويسة كده مع بعضها، اعجنها عجنة كويسة، ان كل المكونات بتاعتي تندمج في بعضها، والبطاطس ديت ما يبقى لهاش اثر نهائي. البطاطس مش هيبقى لها اي اثر، وكلها هتبقى زي يعني كلها هتبقى لحمة. الطعم بتاعها كمان في منتهى الجمال، طعمها لحمة لحمة، يعني مش بتاكلي بطاطس ولا بتاكلي اي اضافات من اللي احنا حطيناها. البيضة معايا كاملة. وكمان كان في متابعة، يعني متابعة كده، اخت عزيزة ليا سألتني وقالت لي ان البطاطس نية ولا مسلوقة. البطاطس نية، مقشراها ومخرطاها مكعبات عشان اسهل فرمها في الكبة، مفيش اكتر من كده. تمام. دي مش بطاطس مسلوقة خالص، بطاطس مقشراها نية. هنا بقى سبت الفيديو بطبيعته خالص، يعني ما سرعتوش ولا اي حاجة. الخلطة معاكي فيها يعني طرية شوية، انا ما بحبش ان انا اصفي منها السوائل. انا ممكن احطها في التلاجة تريح بس 10 دقايق، هتلاقيها بدأت تنزل كده نسبة سوائل معاكي، والخلطة هتجمد معاكي. انا ما بحبش استغنى عن السوائل اللي فيها، لانها كلها فيها فايدة. الصابع حتى لو طري معاكي، البقسماط اللي انت هتحطيها فيها دلوقتي هيشد معاكي الصابع، وهيبقى في منتهى الجمال. هنا معايا بقسماط، البقسماط كلنا عارفينه. والبقسماط اللي معايا متبهر جاهز. هبتدي ان انا استخدم الكفتة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. حابه ان انت بقى تحفظيها في قلب التلاجة، تبتدي تجيبي علب وترشي فيها رشه بقسماط خفيفه، وتبتدي تحفظي الصوابع الكفته، وتبتدي تحطيها في التلاجة تقعد معاكي اسبوع، مش هيجرى لها اي حاجه. وهتطلعي منها على وقت الوجبه كده، وتحمريها، وتبقى معاكي زي العسل. كنت سألت عليها برضو، ممكن تتسوى في الفرن؟ لا، النوع الكفته دي بتتسوى في الزيت، تحمر في الزيت. وتحميرها هنشوفه مع بعض دلوقتي زي ما وريته لكم كده في اول الفيديو. تحمير سريع، يعني هي اسرع من البطاطس، اسرع من قلي البطاطس. تمام. هنا زي ما شفتي كده، انا ضعفت الكميه معايا، خليتها نص كيلو. النص كيلو طلع لي 36 صابع من الكفته. وهنا بقى يعني ايه، على حسب حجم الصابع اللي انت بتعمليه. انا عامله صوابع كبيره، يعني ممكن تعمليها انت اصغر من كده. لو بدأت ان انا اقلي الكفتة بتاعتي ديت على طول، فالصابع هيكش معايا، هيكش شوية، لان ديت لحمة مجمدة. تمام. وممكن اقليها على طول، مش هيفك معايا في الزيت نهائي. يعني انا ببقى مستعجلة ساعات واقليها على طول، تبقى معايا في منتهى الجمال. بس زي ما انا قلت، حبيت ان انا اقولك برضو المعلومة دي. لو سبت الصوابع بتاعت الكفتة تريح معاكي شوية، ولو 10 دقايق في التلاجة، هتلاقي البقسماط بتاعها ده اختفى.
الصوابع كده عرقت معاكي، شربت البقسماط كلها، الصابع نشف معاكي جامد شويه، قدرتي تتحكمي فيه وتمسكيه كويس وتقدري تحمريه بسهوله. والوقت زي ما قلت لك، انت لو حابه تستخدميها على طول اسرع اكل واسرع غدا، هي الكفته اللي احنا بنعملها دي. معايا الزيت سبتها بس 10 دقايق، هوريكي هنا شوفي شكلها عامل ازاي. شربت خالص السوائل اللي كانوا معايا في الاطباق اللي وريتها لكم، كانوا 35، الصابع الصغير ده 36. ممكن هنا تعمليه الحجم ده، يبقى معاكي في منتهى الجمال وحلو قوي. هتشوفيها معايا مش هتكش نهائي، العشر دقايق دول بيفرقوا معاها كتير. الصابع زي ما انت شايفاه شرب البقسماط بتاعه ومسك نفسه. علشان كده قلتلك ان انا ما بستغناش خالص عن نسبة السوائل اللي بتنزل من البطاطس والبصل. بصلة متوسطة وبطاطسيتين متوسطين للنص كيلو. انت بقى حابة ان انت تستخدمي ربع كيلو، هتقسمي الكمية بتاعتك، هتستخدمي ربع مفروم، هتستخدمي بصلاية صغيرة شوية الحجم، وهتستخدمي بطاطساية واحدة وسط. تمام. كل الاضافات اللي احنا حطيناها هتحطيها عادي، مفيش اي اختلاف خالص. بس انت هتحاولي تقللي الكميه شويه عشان تحسي بطعمها. ممكن تكتري الكميه ومش هتفكي معاكي نهائي، تبقى طعمها في منتهى الجمال بس الطعم هيختلف. هنا التحمير بتاعها اهو زي ما انتم شايفين. ممكن واحده تطلع تقولك طب الزيت، كل حاجه احنا بنستخدمها بالزيت، بس بنحاول ان احنا برضو نوفر على قد ما بنقدر. معايا الزيت سخن، مش سخن لدرجه الغليان، سخن كويس، والارتفاع النار بتاعه البوتاجاز العاديه، مش وسط ولا اي حاجه. انت ممكن تهديها شويه بس هي بتستوي معاكي حلوه قوي، ما بتاخدش وقت منك في الزيت وبتطلع معاكي بالجمال اللي انت شايفاه. حبيت اوريك الدور الثاني وانا بقليه ان انت تشوفي الزيت معايا رايق حلو، ما فيهوش يعني، ما بيتبهدلش منك ولا اي حاجه. بس الطريقه دي ما تنفعش في الفرن نهائي، الصوابع هتنشف معاكي في الفرن ويبقى طعمها مش حلو. انما في الزيت زي ما انتم شايفين، هوريكم كده الصابع من جوه طري حلو، وفي منتهى الجمال، طعمه جميل جدا. صدقيني لو جربتيها بالطريقه ديت هتعجبك قوي وهتعتمديها على طول في وصفاتك. سريعه جدا وحلوه قوي ومفيده لاولادنا. وكمان لو حابه تعلي الطعم بتاعها اجمل واجمل، لو بتحب ريحه المشاوي وريحه الفحم، ممكن تولعي حته فحميه وتحطيها في وسط الكفته وتبتدي ان انت تغطي عليها كويس، هتاخد معاكي ريحه الفحم، هتبقى معاكي خطيره وفي منتهى الجمال. يا رب لو وصلتي معايا لغايه هنا كده ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعلي معايا كده الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا بسيطه وخفيفه، وكل ما يحتاج البيت يعني بنعمله على قد امكانياتنا وعلى قد ظروفنا. والوصفه جميله جدا، جربيها صدقيني مش هتندمي، وحلوه قوي سريعه، ما تاخدش منك 10 دقايق كده، في ثواني وانت واقفه. يعني 10 دقايق تحضير وقلي وكل حاجه على الوجبه على طول ومعاكي. ممكن تقدميها بقى بمكرونه، ممكن تاكليها بالعيش زي ما انا بحبها بالعيش، هتبقى معاكي في منتهى الجمال. جنب منها كده شويه كاتشب، جنب منها رغيف عيش وشويه مخلل، هتبقى معاكي روعه وفي منتهى الجمال. يا رب الفيديو يعجبكم. وشوفي انا فتحت معاكي الصابع حلوه قوي طريه ومش ناشفه معاكي وطعمها في منتهى الجمال. جربيها بالطريقه دي هتعجبك، وانا متاكده ان انت هتعتمديها على طول لو جربتيها. الفيديو بتاعنا النهارده كان خفيف ولطيف كده، يا رب يعجبكم وينول اعجابكم. ومرقتين الماجي صدقيني بيفرقوا في طعمها كتير عن الملح. لو مش حابه الماجي ممكن تبدليه بالملح ويبقى معاكي في منتهى الجمال. حبيت ان انا اقول لك كل اللي انا بعرفه. يلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اشوفكم في رعايه الله وفي حفظه وفي امان.